ايه رأيكم النهاردة اعمل معاكم رز بالخلطة بالكبد والقوانص؟ طبعا انا ممكن تستكفي بيه لوحده بس كده من غير اي حاجة تانية جنبيه. بس انا النهاردة عاملة جنبيه فراخ مشوية، وكنت نزلت لكم طريقتها قبل كده. يلا نقول بسم الله ونخش نشوف هنعمل ايه. انا عندي طاسة كده على البوتاجاز فيها معلقة من السمنة تسخن، وهنزل عليها بحباية من البصل اسيبها لما تدبل. وعندي القوانص انزل بيها هي اول حاجة، يا دوبك ان هي هتتشمع، وانزل عليها بنص كوبايه من الميه لحد ما تشربها عشان القوانص دي تستوي. بس خلاص شربتها، انزل بقى بالكبد اللي كانت عندي ومقطعه. انزل بقى بملح وفلفل اسود وسنه قرفه، والقرفه بتفرق والله يا جماعه، ريحتها حلوه جدا. بس خلاص استوت هي بتاخدش وقت. هشيلها بقى على جنب. عندي بقى هنا كمان حله فيها معلقه من السمنه، وهنزل هنا بمعلقتين كبار من السكر. ولو عايزة الرز يكون واخد لون بني اكتر، زودي السكر كمان شوية. بس انا مش عايزاه يكون بني قوي بصراحة، يعني حطيت معلقتين بس من السكر لغاية ما يتكرملوا كده وخدوا اللون البني اللي انت شايفاه ده. هنزل عليهم بمية تكون سخنة بتغلي، اوعى تنزلي بمية من الحنفية، تكون بتغلي. وهو ده اللي هيديك اللون البني بتاع الرز. بس اهي هنزل هنا بقى معلقة من البهارات المشكلة اللي هي السبع بهارات او بهارات اللحمة، وهنزل بقرفة وفلفل اسود، وهنزل كمان بالملح. اظبط الملح هنا بس كده، واسيبها انها تغلي مرة تانية مع بعضيهم. عندي بقى كمان حلة كبيرة احط فيها سمنة، واحط فيها معلقة من الزيت هتسخن، انزل بيهم عليهم بالرز. وطبعا احنا هنعمل النهاردة رز بالخلطة بالرز المصري، مش هيقول لا، مش هنعمل برز بسمتي. وهيبقى قمر. هفضل احمر فيه كده من دقيقتين لتلاتة في السمنة دي، وده بيفرق يا جماعة موضوع انك تحمري الرز شوية كده يعني في السمنة علشان ما يعجنش. ده من الحاجات اللي بتخليه يبقى مفلفل. قلبي بقى فيه شوية كده دقيقتين تلاتة، وبعد كده يا ستي انزلي عليه بالمية اللي احنا عملناها. بس اهو كده خلاص. هنزل بقى بيه بالمية اللي احنا عملناها، والمية بتبقى فوق الرز بعقلة صباع، يعني سنتي ونص. بس خلاص كده. انزل بقى بالشوربة اللي انا عملتها، وزي ما قلت لك لو عايزاه يكون لونه بني قوي زودي السكر اللي بيتكرمل. بس هقلبه واسيبه انهم يغلوا مع بعض شوية، واحطه على العين الصغيرة وهدي على الاخر. بس بعد ما يغلي مع الرز، المية دي تغلي في الرز يبتدي ان هو يتشرب. هغطي عليه بقى واحطه على العين الصغيرة واوطيه على الاخر وسيبيه يستوي براحته. عندي بقى هنا ايه كمان، انا عندي طاسة كده برضو فيها معلقة من السمنة، واي نوع مكسرات عندك اعمليه، ان شاء الله يكون سوداني حتى، يعني مع ان انا بحب السوداني جدا بصراحة يعني. قلبي بقى كده وحمريه سنة، واخر حاجة هنزل بيها هي الزبيب. بس كده واركنهم على جنب. ودي كانت وصفتي النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم وصفة جديدة ان شاء الله. سلام.